السلام عليكم. الاهلي بطل السوبر المصري للمره ال16 في تاريخه كالعاده يعني. بصراحه كل مره كده الزمالك بيعمل حاجه جميله قوي في الاهلي، ان هو يجي يروح كعبه العالي يطلع بيراميدز عشان يريحنا منهم من وجع دماغهم، ويجي لنا هو ما يبقاش في احسن حالاته هوب الاهلي يكسب. وده اللي كان حاصل النهارده في الشوط الاول. نريح بقى من التحفيل شويه، يلا بينا نتكلم كوره. الشوط الاول الاهلي تقريبا عمل احسن شوط ليه مع يستروب، ضغط عالي. الزمالك ما كانش عارف يعمل اي هجمه. الضغط على اللعيب ما بيبقاش بلعيب واحد، الضغط على اللعيب بيبقى باثنين وبثلاثه. بصراحه كانوا بيعملوا مثلثات كويسه، بس مثلثات ضغط مش مثلثات باص، لا مثلثات ضغط. زيزو كان عامل مجهود رهيب، بس نتيجه دوت اثر عنه هدف واحد، والنتيجه كانت عادله. ممكن كان يصفر عن اكتر من هدف، بس النتيجه كانت عادله. الشوط الثاني الزمالك نزل متغير. الزمالك احمد عبد الرؤوف عمل تغييرات اللي انا كنت شايف فيها علامه استفهام من الاول في التشكيل، على مثلا لعيب زي سيف جعفر. انا كنت شايف ملوش اي لازمه بيلعب من اول الماتش. بس الزمالك لما نزل الشوط الثاني ونزل سيف الدين الجزيري اللي بدا يمسك فورمه تاني، نزل خوان بزيره، بدا الزمالك يظهر ملامحه. وفي نفس الوقت الاهلي تراجع غريب شويه. برضه يستروب معذور ليه؟ يستروب واخد باله ان هو كان جاي ماسك الفرقه مهلهله دفاعيا، فهو عارف ان هو لو اتقدم والزمالك ضاغط والزمالك نزل التبديلات الهجوميه دي، خايف ان هو ممكن يدخل فيه جون وبسهوله. عشان كده كان بيحاول يامن على قد ما يقدر. يعني اللي حاصل ده كان حرص من يستروب، خوفا من اللي حصل في الماتشات اللي هو شافها اكيد قبل ما يجي، واللي هو اول ما جه كان برضو ملاحظ وكان بيتكلم في حته، وكان دايما يقول لك الاهداف بتكسبنا ماتشات ولكن الدفاع يكسبنا بطولات. وفعلا ده اللي هو نفذه النهارده، وده اللي هو حاول يعمله في الشوط الثاني ودافع. اي نعم، نتيجه دوت كان ممكن الزمالك يسجل هدف، وفعلا سجل هدف لان هو لمسه يد، وكان ممكن ان الزمالك كمان يسجل جون تاني، بس ان هو يلعب على الهجمات المرتده ده خلى الشكل افضل، وكمان خلى الاهلي يسجل الهدف الثاني. بصراحه الزمالك برغم ان هو خسر الماتش، ولكن عمل بطوله كويسه في حدود امكانياته ويشكر عليها. الاهلي كالعاده فريق بطولات، يعرف يكسب البطولات بكل سهوله. احنا الاهلي كان لازم ان انا في فيديو النهارده اطلع بتيشيرت الاهلي، وكان لازم اقول لكم الف مبروك، مبروك لكل الاهلاويه. السلام عليكم.